مبروك للرياضيين السعوديين كلهم انتقال كريستيانو رونالدو للدوري السعودي. انتقال كريستيانو رونالدو يعني الشيء الكثير والكبير جدا لدورينا، يعني الحماس، يعني الإثارة، يعني إنه في لعيبة لسه كمان حيجوا للدوري السعودي بنفس معيار صفقة كريستيانو رونالدو للأندية الثانية. وفي أخبار تقول إنه ميسي في طريقه للهلال، أخبار غير مؤكدة ولكن غير مستبعدة على هيئة الرياضة. هيئة الرياضة أقنعت كريستيانو رونالدو من كأس العالم ينتقل من مانشستر يونايتد إلى نادي النصر وإلى الدوري السعودي، فهذا إنجاز بحد ذاته لهيئة الرياضة مشكورة على رفع المتعة والإثارة ورفع جمالية الدوري السعودي. ما هو تطبيل، كلام حقيقي، إنجاز جدا قوي وجدا جبار. لسه ما انتهى كريستيانو رونالدو، سيبوكم من موضوع السعر وما السعر وهذا، ترى هذا كله مردود. لا تحسب انه في كذا الهرجة، لا حبيبي، في لجان وفي ناس فاهمة وعارفة كيف تستثمر وكيف تحط الريال. فموضوع السعر هذا لا حد يناقشني فيه، الموضوع بالعكس يعتبر يا اخي من التسويق يطلعوا سعر اللاعب. ميسي مجرد ما وقع لباريس سان جيرمان بس من قمصانه طلع يقول لك مبلغ ضخم جدا، بس من قمصانه من اول يوم. يعني الموضوع مسألة تجارية، ما هو مسألة إنه، فمو موضوعنا السعر بقدر ما هو موضوعنا الجانب الفني والشو اللي حيصير في دوري روشن. هيئة الرياضة احنا ما بنتكلم انه مجهوداتها ظهرت من كريستيانو، لا تماما. هيئة الرياضة اشتغلت من كم سنة، من يوم ما تكونت وهي شغالة على تطوير الدوري السعودي، رفعت قيمة الدوري السعودي وأصبح الدوري السعودي السادس عالميا من ناحية الانتقالات. هذه جزئية. الشيء الثاني، مستوى الدوري السعودي ورتم الدوري السعودي ارتفع لدرجة كبيرة. كأس العالم الأخير بقطر نسبة كبيرة من اللعيبة اللي موجودين في كأس العالم موجودين عندنا في الدوري السعودي، فهذا كله يعتبر إنجاز قوي وتاريخي بالنسبة لهيئة الرياضة في تطوير الرياضة السعودية. فهدول اللعيبة اللي كانوا موجودين في دورينا من قبل لا يبدأ كأس العالم أصلا طوروا في لعيبتنا اللي كانوا موجودين بيلعبوا في دورينا. فهدول لما نطوروا اللعيبة كانت النتيجة أول مباراة قدام الأرجنتين قلدناهم. ليه؟ لعيبتنا اللي هنا السعوديين اتطور مستواهم. حسب صحيفة جول إنه صفقة كريستيانو رونالدو ما هي الصفقة الأخيرة اللي حتكون للدوري السعودي، لا، حتكون في صفقات مدوية، والصفقات هذه حتخلي الدوري السعودي لأشهر مستقبلا ترند بسبب هذه الصفقات القوية، وهذا الشيء راح يقوي بشكل كبير نسبة مشاهدات الدوري السعودي. حيصبح الدوري السعودي دوري عالمي في المستقبل. أنا والله شايف الآن يعني في الوقت الحالي دورينا بالفعل يعني دوري عالمي، ما هو دوري عادي. نسبة وعدد كبير من اللعيبة اللي موجودين في دورينا كانوا مشاركين في كأس العالم، ولا آخر واحد منهم حقق رابع كأس العالم مع منتخب بلاده اللي هو حمد الله. هذا شيء يعتبر مشرف للدوري السعودي ودلالة على إنه الدوري السعودي عنده لعيبة بيشاركوا في منتخبات عالمية ولعيبة جدا مهمين. فهذا الشيء بيصب في مصلحة الدوري، بيحول بوصلة المشاهدات للدوري السعودي مستقبلا.